السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة فيديو جديد كده اتسألت عليه كتير، وهو الرسالة دي. لما بتجيب جهاز جديد من بره يقعد معاك فترة صغيرة، وبعد كده يجيب لك رسالة يقول لك يجب تسجيل جهازك المحمول الجديد وسداد الرسوم المستحقة عليه خلال 90 يوم من تاريخ تشغيله. هنعرف ازاي نتعامل مع الرسالة دي، وازاي بثلاث طرق. هقول لك ازاي تعرف التليفون عليه ضريبة ولا معلوش ضريبة. أول طريقة معانا هي علبة التليفون. هتجيب علبة التليفون وهتلاقي عليها حاجة اسمها IMEI. ال IMEI ده في منه واحد وفي منه اتنين. الواحد ده بتاع الشريحة الأولى، والاتنين ده بتاع الشريحة التانية. دي أول طريقة معانا. تاني طريقة معانا ممكن عن طريق الموبايل نفسه، بتعمل نجمة شباك 06 شباك، هتلاقي نفس الوضع برضو IMEI 1 و IMEI 2. هتاخد السيريال اللي انت شايفه في الاول ده، وهتاخد السيريال في التاني ده، اكتبه في ورقة جانبية او خده كوبي عندك على الجهاز. ويلا بينا نبدأ مع بعض الشرح. اقول لك هتعمل ايه. هتخش على المتجر وتحمل برنامج اسمه تليفوني. خش في البحث هنا ونكتب تليفوني ونعمل بحث. هو البرنامج ده انا محمله عندي، عشان كده هتلاقيه بيتحمل على طول. فهندوس فتح. عايز تعمل حساب اعمل حساب، مش عايز تعمل حساب هو بيديك اول 10 محاولات استعلام من غير ما تعمل حساب. هندوس ابدأ هنا. انا عامل حساب اهو برقم تليفوني. بس شغل الباقة عشان النت هنا ضعيف. ماشي، انا عامل عليه حساب اهو. هنعمل استعلام ازاي؟ ادي هنا الاستعلام اهو. وعندك طريقتين. اول حاجة يا اما تعمله بوضع الكاميرا وتعمل مسح للباركود اللي انا وريتهولك على علبة التليفون، يا اما تكتب الارقام بايدك يدوي. انا مثلا حافظ الارقام عندي اهو، واخدها كوبي اهو، نسخ، وارجع هنا واحطها هنا لصق، واقول له التالي. بص الجهاز ده جايب ليه مسدد رسوم هذا التسجيل. يعني كده الجهاز ده معلوش ضريبة. لو عليه ضريبة هيقول لك ضريبتها كام وقيمتها كام. هجيب لك رسالة كنت انا حافظها لجهاز دفعت له ضريبة. انا بقول لك انت ليه تدفعها، عشان انت لو رحت لاي مكان بره سنترال التليفون بتاع تليفونات ايا كان، لو انت ضريبة التليفون 1000 جنيه هيقول لك 1200 جنيه. فانا خليك انت تدفعها بنفسك وبطريقة سهلة جدا. بص دي الرسالة اللي هتجيلك لو التليفون عليه ضريبة. هيقول لك موديل التليفون بتاعك، وهيقول لك الضريبة عليها موجودة تحت اهي. حاول ازومها لك. الضريبة اهي. عشان تدفع بقى الضريبة دي هتعمل ايه؟ هتلاقي في ايقونة تحت مكتوب عليها سدد الآن. هتدوس على تسديد الآن، وبعد تسديد الآن هيقول لك عن طريق الفيزا. هتكتب بيانات الفيزا بتاعتك وهتدفع، وفي خلال أقل من 3 دقايق هتلاقيها عملت كده مكتمل. وهي أنا ضريبة دي دافعها. تخش على التفاصيل، بيقول لك أهو رقم المعدة اللي احنا كنا لسه واخدينها، والموديل بتاع الجهاز، حالة التسجيل مسجل، الحالة مكتمل، سداد رسوم الجهاز، والمبلغ أهو، وتاريخ الدفع. انت بقى زي ما بقولك كده، لما تيجي تسدد هيطلب منك تدخل بيانات الفيزا. تدخله بيانات الفيزا، هيبعت لك رمز تأكيد على التليفون اللي هو الاو تي بي. هتدخله، وبكده يبقى انت دفعت الضريبة، والتليفون كده خلاص كده هيشتغل معاك عادي، مفيش اي مشكلة. ولو في اي استفسار اكتب لي في التعليقات وانا ارد عليك على طول.
السلام عليكم.